عاجل الفيفا تصريح المنتخب المغربي بخبر لا يصدق حول إعادة مباراة فرنسا والمغرب وتصديم الجزائر. لكن قبل ذلك ضعوا إعجاب للمقطع واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد كل يوم. أعلنت الفيفا قبل قليل خبرا أحدث الزلزال في المغرب والجزائر بعد انتهاء التحقيق مع حكم مباراة نصف نهائي كأس العالم التي جمعت بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية المكسيكي راموس بلازفيلوس، والذي اعترف رسميا بأنه ارتكب أخطاء كبيرة وجسيمة خلال المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء للمغاربة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفرنسيين بهدف دون رد من توقيع لاعب ميلان ثيو إرنانديز. وقالت الفيفا في بيانها أن حكم مباراة المكسيك كان شجاعا باعترافه بالخطأ، عكس حكم مباراة الجزائر بكري قسامة الذي نجا من المحاسبة كونه أصر على الإنكار رفقة صامويل إيتو. وبذلك ستلغى مباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب غدا بنسبة كبيرة، وتترشح المغرب رسميا لمقابلة الأرجنتين في النهائي بعد غد السبت، لتكون ممثلة العرب في أول نهائي بكأس العالم منذ انطلاقه.